لا شك أن الإسلام دين النظافة ودين الكمال ودين الجمال. الله سبحانه وتعالى كما في الحديث: جميل يحب الجمال ونظيف يحب النظافة. ولهذا شرع لنا الله سبحانه وتعالى عند قضاء الحاجة مجموعة ديال الآداب. أولاها أنه أول حاجة يستحب الإنسان إذا دخل الحمام أنه يقدم رجله اليسرى، ثم يقول من بعدها الدعاء الخاص بدخول الخلاء اللي هو: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وملي يكون داخل كيقضي حاجته يتنبه لواحد الأمر اللي هو ما خصوش يتكلم وهو داخل الخلاء. ولهذا لما جا واحد لقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان تيقضي حاجته ما ردش عليه حتى سالا، وضرب بيديه الجدار تيمما ثم رد عليه السلام وقال لي: لا دستي ولقيتيني على هذه الحالة هذه ما تلقيش علي السلام فإني لن أرد عليك. وهذه المسألة هذه كيتبتلى بها كثير من الناس في العصر الحاضر، في عصر الهواتف. كتلقى الإنسان هو في دورة المياه شوية كيجيه الصونيت ديال التليفون كيجبدو وكيرد. طبعا الانسان اللي تيصوني عليك ملي كتجاوبو تيقول لك تيلقى عليك السلام: السلام عليكم. انت كتقول لي: وعليكم السلام، انا نسالي وغادي نجاوبك. فهذا رد السلام في الهاتف وانت كتقضي حاجتك لا يجوز، لانه لا ينبغي لك ذكر الله سبحانه وتعالى في حاله قضاء الحاجه. اللهم كما قالوا العلماء إلا كانت شي ضروره، بحال الانسان مثلا انت كنتي كتقضي حاجتك وبان لك واحد الدري صغير مثلا غادي يطيح في واحد البير، ولا مثلا شي رجل اعمى دايز بان لك انت راه غادي تزدح مع شي حاجه، فهنا كتغوت: ها فلان عندك، ولا كتعيط على شي واحد: ها فلانه اجي راه الدري راه غادي يطيح. وملي يسالي وبغى يخرج من الحمام يسبق رجليه اليمنيه ويقول الدعاء الخروج من الخلاء اللي هو: غفرانك. ومن الامور اللي هي محرمه على الانسان انه يمشي يقضي حاجته في البلايص اللي كيعمروا فيها الناس وكيستافدوا منها، بحال الاماكن اللي كيكون فيها الماء وكيمشيو الناس يوردوا منها، او في الطرقات ديال الناس، او على ظلال الاشجار، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. كذلك من الامور اللي خصو يتنبه ليها بالنسبه للناس اللي كيقضيو الحاجه في الخلا انه يبعد من الشقوق والغيران والتقابي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد نهى عليه الصلاه والسلام ان يبال في الجحر. والعله في ذلك كما قالوا العلماء ان الانسان يكون تيقضي حاجته على شي شق ولا حفره ويخرج ليه شي حيوان ولا شي لفعه ولا شي عقرب، وهذا اللي ممكن يتسبب ليه في الضرر، على ان بعض التابعين من العلماء قالوا بانها مساكن للجن، جاء ذلك عن قتادة رحمه الله تعالى. كذلك من الآداب اللي كتتعلق بقضاء الحاجة أنه يستر العورة ديالو، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ويكون حريص على أنه ملي يكون تيقضي حاجته ما تقيسو حتى شي حاجة من النجاسة، وفي حالة طايرت عليه شي حاجة وقاص الثوب ديالو ولا البدن أنه يسارع إلى تنظيفه بالماء. ومن الامور اللي خصو يراعيها عند قضاء الحاجه انه ما يستقبلش القبله وما يعطيهاش الظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله ولا تستدبروها ببول ولا غائط، الا لا قدر الله دخل شي مرحاض ولقاها مقبله فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. والطريقة الصحيحة باش يزول النجاسة ويتنظف من القذارة أنه أولا يستنجب الماء وينقي مزيان المحل، وهذا اللي كيتسمى بالاستنجاء. والطريقة الثانية أنه يستعمل الأحجار ولا المناديل ولا الأوراق ولا أي حاجة ينظف بها المحل، وهذا اللي كيتسمى بالاستجمار، على أنه ما يكونش قل من 3 الأحجار، والسنة يكون وتر، بمعنى أنه ينقي ب3، ما كفاش يدير 5، ما كفاش يدير 7، ما كفاش يدير 9، وهي غادا حتى ينقي المحل.